يا أهل مكة ويا قاصدي مكة حجاجا ومعتمرين، ويا كل وافد كريم على ربه جاء إلى البيت الحرام، انتبهوا رعاكم الله، هذا بلد الله وفيه بيت الله، فواجب العبد أن يتأدب في جوار بلد الله الحرام. وآكد ما يكون هذا لكل من أكرمه الله بسكنى مكة وجوار البيت العتيق، فهو والله شرف وأي شرف. لكن لئن كان هذا غاية التشريف فإنه يقابله مقام عظيم في التكليف. شرفك الله فأسكنك بجوار بيته، فالله الله في الأدب. حق على كل من يكون في مكة أن يقول كل واحد لكل أحد تأدب فأنت في مكة، عظم ربك، هذه مكة. وهذا الأدب الذي يؤدب به الإسلام أهله وبنيه هو من أجل صور التعظيم لما عظم الله عز وجل. عظم مكة سبحانه فأقسم بها، ولا يقسم الله إلا بما يدل على تعظيم الشيء والتنويه بشأنه. وهذا البلد الأمين، لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وتقدم معكم في المجلس السابق صريح حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عن حب الله سبحانه لمكة، والله إنك لخير أرض الله وأحب البلاد إلى الله. وصريح قوله عليه الصلاة والسلام في بيان حبه هو لهذا البلد، والله ما أطيبك من بلد وأحبك إلي. هذا الحب لمكة عند الله سبحانه وعند نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا الاصطفاء والإجلال، هذا البيت الحرام، هذه الكعبة التي تهواها الأفئدة، هذا البيت الذي جعله الله مثابة للناس، هذا البيت الذي أمن الله كل من دخله، هذا البيت الحرام بكل عظمته وخصائصه وفضائله يفرض علي وعليك تعظيمه، تعظيما لله. ومن تعظيم الله كف النفس عن الانسياق وراء المعاصي. السؤال: هل المطلوب أن نكون ملائكة في مكة معصومين، وأن لا يسكن مكة ولا يدخلها ولا يبقى بها ولا يجاورها إلا ملك كريم لا يعصي الله؟ لا أبدا، لأن هذا لا يمكن أن يكون. لكن المقصود ألا يكون الساكن بمكة والمجاور فيها والمقيم بها والقادم إليها والمعتمر والحاج ألا يكون بقاؤه فيها ومنامه وطعامه وشرابه وسائر أحواله كما هو في غير هذا البلد، يحمل نفسه على أعظم ما يمكن أن يكون عليه في مكة. هذا واجب ينبغي أن نتأدب به. يعني لئن غلب الفساد مثلا وطغى الشر وانتشرت المعاصي وتفشت الآثام، فينبغي أن يكون لأهل الإسلام في مكة شأن مختلف، وأن يكون تعاهدهم لتعظيم البيت الحرام وتنزيهه عما ذكر في الآية: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين، يعني في آخر جزيرة العرب، لكنه من هناك خطر في باله أن يهم بمعصية في البلد الحرام، قال: لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عز وجل عذابا أليما. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: قال بعض أهل العلم: من هم أن يعمل سيئة في مكة أذاقه الله العذاب الأليم بسبب همه بذلك وإن لم يفعلها، بخلاف غير الحرم المكي من البقاع فلا يعاقب فيه بالهم. فالله الله يا أهل مكة، الله الله يا ضيوف بيت الله الحرام ووافدي الحج والعمرة ممن أكرمهم الله فأوفدهم وأتى بهم وأكرمهم. الأدب في مكة ومجاهدة النفس في ألا يسوقها الشيطان. ثم ماذا؟ ثم هي جولة من جولات الظفر والانتصار للنفس المؤمنة على الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء. إي والله يراد أن يكون للمؤمن بمكة عزة بإيمانه وانتصار على شيطانه واكتساب للطاعات وارتقاء في سماء الإيمان والعمل الصالح. يراد لكل من دخل مكة ومكث بها أياما أو ساعات أو قضى فيها عمره حتى مات،
يراد له أن يكون من أزكى البشرية نفسا ومن أتقاهم لله عز وجل ومن أعظمهم إيمانا. كما قلت ليس المطلوب العصمة وعدم الوقوع في الخطأ البتة، فلن نكون كذلك ولن نبلغه، لأن الله خلقنا بشرا نصيب ونخطئ ونطيع ونعصي، لكن المراد أن يفشو بين أهل الإسلام تعظيم البلد الحرام وإجلال مكة، وأن يكون هذا شعارا، فلكل من يدخل مكة أن يعيش هذا المعنى العظيم تعظيما للبلد الحرام. عندئذ سيكون لهذا البيت الحرام من العظمة والإجلال ما يتحقق فيه معنى قول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيجد كل داخل إلى مكة حظه من هذه الهداية التي جعلها الله عز وجل للعالمين جميعا.